انصروا الله ينصركم. زي ما بقول لكم كل مرة وقناعتي التامة ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا الاستراتيجيات العملية في القرآن والسنة علشان نحيا بيها في تفاصيل حياتنا، وعلشان ازاي ننتصر على اعدائنا. فربنا سبحانه وتعالى في سورة الانفال ادانا الاستراتيجيات في ايات اخرى زي ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. مش بس كده، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاستراتيجيات القرآن واستراتيجيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش علشان نمر عليها كده مرور الكرام، ولا علشان نعبد الله جل جلاله بهوانا، ابدا يا احبه، وانما ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا علشان خاطر ننتصر على أنفسنا، وننتصر على شيطاننا، وننتصر على أعدائنا من شياطين الإنس والجن. وبالتالي مش هنعبد ربنا سبحانه وتعالى على هوانا، عشان لما هنعبده على هوانا هناخد على قفانا زي ما انتم شايفين كده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى احنا بنعبده على مراد ربنا جل جلاله فينا، في منهج، في كتالوج، في منهج. انت ما بتخشش المرحله بتاعت الدراسه، المرحله بتاعتك الدراسيه بمنهج من دماغك وتالف في الاجابه في الامتحان، وهو كان مديك منهج تذاكره عشان تحل الامتحان. لو ما ذاكرتش المنهج وحليت بهواك هتسقط. ولله جل جلاله المثل الاعلى. يبقى في منهج ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا علشان نذاكره، عشان نعرف نحل الامتحان اللي احنا موجودين فيه. وبالتالي ذاكر المنهج كويس علشان تعرف تحل الامتحان. انما مش هتذاكر وهتحل بهواك، هتاخد على قفاك وتسقط عادي جدا يعني. لكن نمشي مع ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون، وبعظمة الكون ده امشي بهوايا وبدماغي وبعظمة خلقه في نفسي. هو سبحانه وتعالى خلقني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما ينفعش امشي بهوايا، عشان لو مشيت بهوايا هاخد على قفايا انا واخواتي المسلمين في مشارق الارض ومغاربها زي ما انتم شايفين كده. وبالتالي بطلوا رقص على التيك توك وهم ينتصروا، بطلوا غنى وفحش وهم ينتصروا، بطلوا كذب وحقد وغل وحسد وبغضاء بينكم وهم ينتصروا، بطلوا فجر وعصيان وعدم سماع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وعدم اتباع لأوامر ربنا جل جلاله، وما تمشيش على هواك وهم ينتصروا. بطلوا ظلم وأذى لنفسكم وللي حواليكم وهم ينتصروا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في استراتيجيات سورة الأنفال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنعرف الاستراتيجيات العملية من كلام ربنا جل جلاله اللي قال لنا عليها علشان ننتصر، وربنا سبحانه وتعالى ينصرنا وينصر أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بس تاني ربنا بيقولها: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى أولى خطوات واستراتيجيات النصر هي أنك تتقي الله، هي تقوى الله. والتقوى زي ما قلتها لكم في فيديوهات قيادة حياة بأسماء الله: التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، أن يجدك الله حيث يحب ويفتقدك حيث يكره. بكل بساطة إنك تسمع كلام ربنا وتجتنب نواهيه. يبقى أولى خطوات النصر هي إنك تتقي الله. اتقوا الله وبطلوا رقص في التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. استرجلوا وخليكوا رجالة. مش معقولة كده الواحد يشوف شاب راجل طويل عريض طالع بيرقص. انت بترقص ليه يا ابني؟ انت بترقص ليه؟ انا مش فاهمة. انت طالع تعمل ايه؟ برضو انا مش فاهمة. هو انت متخيل ان انت يا ابني كل اللي انت حاطه ده، كل اللي انت حاطه من رقص وطبل وغنى انت هتاخده معاك؟ انت متخيل يعني ايه انت هتاخده تقابل بيه؟ تخيل كده هتاخد الحاجة دي وتروح بيها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون فرحان بيك، هيكون مبسوط بيك، هيقول الله من هنا يأتي النصر، من هنا تأتي الهزيمة، من هنا يأتي الخذلان، من هنا يأتي الضعف، من هنا يأتي الهوان. لما كانوا عايزين ياخدوا الأندلس، قصة مشهورة ومعروفة جدا، كانوا بيبعتوا جواسيس. فلما بعتوا في سنة من السنوات جاسوس، فلقى شاب بيبكي، سأله انت بتبكي ليه؟ قال له اصل فاتتني صلاة الفجر. رجع الجاسوس وقال لهم ليس الآن، مش دلوقتي، لسه مش دلوقتي، ده بيعيط عشان فاتته صلاة الفجر. جم بعد 40 سنة لقى شاب تاني بيعيط. بتعيط ليه يا حبيبي؟ اصل حبيبتي سابتني. قال لهم الآن. وفعلا وبكده احتلت الأندلس، بالطريقة دي احتلت الأندلس. فحبيبي انتوا عايزين تنتصروا، اتقوا الله.
يبقى أول حاجة نتقي الله جل جلاله. نتقي الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يجدنا حيث أمرنا ويفتقدنا حيث نهانا، إن نسمع أوامر ربنا ونجتنب نواهيه. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجبه الرقص والطبل والزمر والغنى وكل العك اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده، أو حتى بيحصل في الأفراح أو حتى في حياتنا العادية. فنتقي الله، نتقي الله. التقوى إن الله جل جلاله يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. اتق الله في نفسك وفي من حولك. اتق الله وما تظلمش، اتق الله وقوم بدورك اللي ربنا سبحانه وتعالى أقامك فيه. اتق الله وحافظ على قلبك سليم عشان تلقى الله جل جلاله به سليم. اتق الله علشان تحافظ على اخواتك المستضعفين اللي انت عمال تبكي بالدموع عليهم دول، ونفسك تنصرهم، ومحدش بيشكك في نية اي حد فيكم ولا اي حد فينا. محدش يقدر يشكك في نية اي حد، ده حتى من الانسانية ابسط حاجة. ولكن ان تنصروا الله ينصركم. هننصره على هوانا؟ لا، هننصره على هوانا، هناخد على قفانا وهم كمان هياخدوا على قفاهم. زي ما انتم شايفين هنتقي الله بالمنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لينا. يبقى تقوى الله جل جلاله هي اولى خطوات النصر. اتق الله في نفسك، في من حولك، قم بدورك اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامك فيه على مراد الله جل جلاله، مش على هواك ولا على هوى اي جنس مخلوق. طيب تاني استراتيجية ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها: واصلحوا ذات بينكم. اصلحوا ذات بينكم، اصلحوا ذات بينكم. حبوا بعض، حبوا الخير لبعض، اتمنوا الخير لبعض، بطلوا ظلم في بعض، بطلوا قهر في بعض، بطلوا غل وحقد وحسد وغيرة وبغضاء. اصلحوا ذات بينكم، بطلوا نميمة، بطلوا كذب، بطلوا بخل، بطلوا انشغال بغير مراد الله فيكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعبده، وبالتالي دوري ان انا اعبد ربنا واعرفه واعرف الخلق بيه. غير كده انا بعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده مني. لو دخل لي الشيطان، لو دخلت لي النفس، لو دخل لي الهوى، يعني مثلا دخل في قلب الحقد، دخل في قلب الغيرة من فلان او فلانة، اي مكان. الغيرة والحقد وامراض القلوب بتمر علينا كلنا، انما الكريم يخفيه واللئيم يبديه بكل بساطة. وربنا سبحانه وتعالى ادانا الاستراتيجيات اللي نعملها علشان خاطر نقفل الباب ده على قلوبنا ونحافظ على قلوبنا سليمة زي ما اعطانا ربنا سبحانه وتعالى اياها سليمة. واولى الخطوات اللي بقولها لكم وهفضل اقولها لكم طول حياتي لحد ما اموت، اول حاجة بتعرف بيها على اي شخص او ما بقابله هو اسمه. فعلشان تحافظ على قلبك سليم وتعرف تتقي الله على مراد الله، لازم تعرف الله جل جلاله باسمائه وصفاته، وهو سبحانه وتعالى اللي قال لنا كده: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. عشان ايه؟ عشان قلبك يفقه وعينك تبصر واذنك تسمع، فتعبد الله بحق وتعرف الحق فتدعو الى الله بحق. فنبطل حقد ونبطل حسد ونبطل غيره ونبطل غل ونبطل نبص للي في ايد غيرنا ونحمد ربنا على النعم اللي عندنا. طيب وقلت لكم يا احبه اول فيديو من الفيديوهات اللي عملتها على الاطلاق شويه ادب مع الله. لا لا لا، مش شويه ادب مع الله، كل الادب مع الله جل جلاله. لله ملك السماوات والارض. وفر الم قلبك وروحك وعقلك وجوارحك وطاقه الم نفسك وطاقه غلك وحقدك وحسدك في ان انت تدعو لنفسك. ادعي لنفسك بالحاجة اللي انت تريدها. ربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملأة، قلتها لكم كتير. وكمان ولله ملك السماوات والارض. انا ما بحبش حد يلعب في حاجتي ولا يفتح شنطتي ولا يفتح محفظتي ولا يمسك تليفوني يقلب فيه، واحنا ما نحترمش نفسنا ونتدخل في ملك الملك جل جلاله. فمش شوية ادب مع الله، كل الأدب مع الله يا أحبة، علشان نحافظ على قلوبنا سليمة نروح بيها إلى الله سليمة كما أعطانا إياها سليمة، فننتصر في أنفسنا وننصر أخواننا مش بس في فلسطين، في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كمان في استراتيجيات سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خليني أقول لكم أن الاستراتيجيات الأولانية أو استراتيجيات سورة الأنفال اللي ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا نعملها علشان النصر هي مش أعمال جوارح، هي مش أعمال جوارح بس، أعمال قلوب. فلازم تشتغل على قلبك علشان يأتي النصر. لا ننتصر بالعدة ولا العتاد، إنما ننتصر بشيء وقر ها هنا، وهو الإيمان بالله جل جلاله والاعتماد على الله والتوكل عليه. فربنا سبحانه وتعالى قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عندهم إيمان، عندهم يقين.
الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان، قلبك مصدق، قلبك مؤمن، قلبك في قوة في إيمان بالله جل جلاله، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. التوكل من الإيمان، التقوى من الإيمان، حسن الظن بالله من الإيمان، إنفاقك وانت تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى هيديك اضعاف ما انفقت من الايمان، لان ده حسن ظن بالله وتوكل عليه وايمان بالله. انت مصدق الله جل جلاله، انت معتمد على الله، انت متوكل عليه، لانك تعلم علم اليقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الكون وهو صاحب الكون، وهو اللي خلقنا وهو اللي هيرزقنا وهو اللي هينصرنا وهو اللي هيعطينا وهو اللي بيمنعنا وهو اللي بيشفينا وهو اللي بيهدينا وهو اللي بيطعمنا وهو اللي بيسقينا وهو اللي بيكسونا وهو اللي بيأمننا وكل الكلام ده. وبالتالي استراتيجيات سورة الأنفال علشان يأتي النصر لينا كلنا، لنفسك، على شيطانك وعلى هواك وعلى أعدائك شياطين الإنس والجن، أعمال قلوب. ما ينفعش اكون واقف بصلي واصوم واقرا قران وانا ما فيش، مش مؤمن، مش مصدق ان ربنا هيديني، مش مصدق ان ربنا هينصرني، مش مصدق، ما عنديش يقين، ما عنديش توكل، ما عنديش ايمان. ما ينفعش، مش هياتي النصر من هنا، هياتي النصر من اعمال القلوب، واللي هي بالتوازي مع اعمال الجوارح. لما بصلي اقول الله اكبر، يبقى انا متيقن ومستشعر معنى الله اكبر، متيقن ومستشعر المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى هو أكبر من كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى أكبر من همي وأكبر من غمي وأكبر من هم أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا سبحانه وتعالى قادر بكون فيكون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا قال لنا إيه كمان في استراتيجيات سورة الأنفال؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أصل هم مش هيقدروا يقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بأركانها، يعني بخشوعها، يعني بقلب الحاضر، يعني باستشعار ان انا واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، الا باللي ربنا قاله في الاول خالص: اتقوا الله، بالتقوى والايمان والتصديق واعمال القلوب، باني اعرف الله جل جلاله، باني اؤمن بالله، باني اتوكل عليه، باني اصدقه، بانه الله جل جلاله يجدني حيث امرني ويفتقدني حيث نهاني. فبكل الاستراتيجيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة الأنفال، في بداية سورة الأنفال، استراتيجيات أعمال القلوب والإيمان بالله، التقوى والتوكل على الله وحسن الظن بالله وإقام الصلاة والإنفاق في سبيله وذكر الله جل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيقول إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم. وبعد ما نحقق كل الاستراتيجيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة الأنفال، نطبقها ونعملها ونعيش بيها ونحيا بيها في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا كلها، يأتي بعدها الخطوة اللي كلنا بنتساءل: هو احنا ليه بندعي وربنا سبحانه وتعالى ما بيستجبش؟ هو احنا ليه بندعي وبنلح في الدعاء وربنا سبحانه وتعالى لسه ما بيستجبش؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك علشان يستجيب طبق استراتيجيات سورة الأنفال: واتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، واذكروا الله وانفقوا مما رزقكم الله، وتوكلوا على الله، وأحسنوا الظن بالله جل جلاله، واهتموا اهتمام عظيم بأعمال القلوب مش أعمال الجوارح بس. هنا في اللحظة دي تأتي: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى امتى ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا؟ لما نحقق التقوى لله جل جلاله، لما نصلح ذات بيننا، لما ننصر الله جل جلاله. ان تنصروا الله ينصركم. هنصر ربنا ازاي؟ هنصره باستراتيجيات سورة الأنفال، او هنصره ببداية بفواتح اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح بيها سورة الأنفال، استراتيجيات عملية للنصر، تنصر على أعدائك وتنصر على نفسك. فلماذا لا يستجاب لنا؟ لأن احنا ما حققناش استراتيجيات النصر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها. فإذا أردتم النصر فطبقوا استراتيجيات سورة الأنفال في أنفسكم وفي من حولكم، يأتي استجابة الدعاء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاللي بيسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجيبش دعائنا لغاية دلوقتي، يشوف حال نفسه وحال قلبه وحال من حوله. هل انت فعلا نصرت ربنا سبحانه وتعالى، ولا ماشي بهواك وهو ماما وهو بابا وهو جد وهو الدنيا كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى اعطانا المنهج اللي نذاكره علشان خاطر نعرف نحل الامتحان، فننتصر في أنفسنا وننتصر على أنفسنا وننتصر على أعدائنا شياطين الإنس والجن. ومش إحنا بس مش أنت بس اللي تنتصر،
احنا ننتصر وهم كمان ينتصروا. فبطلوا رقص على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع وفي الافراح، واتقوا الله، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وبطلوا رقص، اتقوا الله وبطلوا غل، اتقوا الله وبطلوا حسد، اتقوا الله وبطلوا ظلم، اتقوا الله وبطلوا عصيان وفجور. اتقوا الله، اتقي الله في نفسك، كل واحد في دوره اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامه فيه. لو انت بنوته او انت امراه، شوفي حجابك، شوفي علاقتك بربك، شوفي علاقتك بمن حولك، شوفي علاقتك باهلك بزوجك، شوفي علاقتك عامله ازاي، شوفي علاقتك بابنائك. لو انت زوج او انت رجل نفس القصه، شوفي علاقتك، هل انت فعلا رجل؟ انت طالع ترقص يا ابني تعمل ايه يا ابني؟ انت طالع ترقص، والله العظيم عيب. يعني انا مش هقول لك ان يعني هو مش حرام لو هو مش حرام، عيب على منظرك، عيب على رجولتك، عيب على هيبتك وعلى قيمتك كإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمك. مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يريد الله سبحانه وتعالى منا، مراد ربنا سبحانه وتعالى فينا في الدنيا. انت طالع ترقص تعمل ايه يا ابني؟ طالع ترقص تعمل ايه؟ طالع ترقص وتغني تعمل ايه؟ عايز تحقق ذاتك، عايز تحس بذاتك، حقك، بس مش كده باللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عايزة أقول لكم إن ذكر الله مش بس إن إحنا نقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، ذكر الله استراتيجيات النصر اللي أنا ذكرتها لكم في سورة الأنفال، ذكر الله في نفسك، في قلبك، في روحك، في حياتك، في تصرفاتك، في أفعالك، في علاقاتك، علاقتك بربك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بمن حولك. فذكر الله جل جلاله لا يقتصر على ذكره إنك تذكر الله وتسبحه وتحمده أو تقرأ قرآن أو تصلي. ذكر الله مش بس صوم وصلاة، ذكر الله جل جلاله تقوى الله في كل الحياة، في علاقتك بربك ونفسك ومن حولك، علشان من هنا يأتي النصر فتنصر. ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا وينصر إخواننا مش بس في فلسطين، في مشارق الأرض ومغاربها. لو استفدت حاجة من الفيديو والأول مرة هقولها يا ريت تشيره علشان غيرك يستفيد. لو انت بتتابعني من على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان في كل مرة أهديك فيها طوق نجاتك يوصلك.